كمغربية وبصوت العالم العربي أتضامن مع البطل الشجاع وأعطيه التحية لأحمد الزويكي. وقصة أحمد الزويكي أثارت العالم العربي، وأناشد حكومة صنعاء ورئيس المجلس الأعلى للقضاة وقضاة صنعاء ومشايخ اليمن والمسؤولين والمشاهير، حتى لو ما أنت مشهور وعندك صفحة بس في البرنامج أو أي برنامج، كلكم يا جماعة فزعتكم، كلكم انشروا خبر أحمد الزويكي حتى لا يتم إعدامه، لأنه لو أعدموه كأنهم أعدموا نخوة وغيرة الشعب العربي جميعا. ولازم يتم القبض على القاضي وإعدامه بدل أحمد، أن القاضي هذا لا يعرف القانون ولم يدرس القانون. أي قانون يعدم طفل قاصر بمقتبل عمره بالإعدام، الذي ما تعطاش للمغتصب اللي كان يستاهل الإعدام؟ أي قانون؟ قانون معروف يا جماعة، القانون معروف. هذا في القانون دفاع عن النفس، وهو دافع على شرفه وعرضه. وزائد هذا لسه شاب ذو عمر 15 سنة قاصر. أي حق تعدموه؟ أي حق؟ لازم يا جماعة قاضي شريف يتدخل في ملف أحمد الزويكي، لأنه مظلوم يا جماعة، لأنه مظلوم. وأي واحد مكانها كان راح يسوي مثله. سوي نفسك مثله يا أيها القاضي اللي حكمت عليه بالإعدام، سوي نفسك مثله في حالة أحمد. واعتدوا على أختك، شو كان بتسوي؟ إذا ما كانت عندك غيرة وحرقة شو كان بتسوي؟ بالله عليكم يا جماعة، بالله عليكم، بالله عليكم أنصفوا أحمد حتى لا يتم إعدامه مثل ما أعدم هيثم الشاب العدني وتحرقنا عليه ولسه لهلا بنتذكر. ما نبغى نعيد نفس السيرة ونشوف أحمد كمان من الناس المعدومين. طبعا الكل يعرف قضية أحمد الزويكي. أحمد الزويكي طفل قاصر ذو 15 سنة يحكم عليه بالإعدام. والسبب الغريب اللي خلانا نتكلم على هذه القضية أنه دافع على شرف أخته المعاقة من ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي اغتصبها وحش مفترس. وإحنا كمشاهير لازم فزعتكم يا جماعة جميعا. كل المشاهير هالحين لازم يبينوا. خلينا من ترندات الهندية وصاحب البلد اللي وقفتوا معه. هذه القضية هي اللي لازم نوقف معاها يا جماعة، ونوصل صوت الأم المحروقة على ابنها الذي يحكم بإعدام. القصة بدأت مثل ما تقول أم أحمد سنة 2015. كان عمر أحمد هذيك الساعة 8 سنوات. في أحد الأيام فاطمة جالسة هي وأخوها، فإذا بوحش مفترس اسمه عبد الله الأشول قام باختطاف فاطمة وأخذها على سيارته للبيت. وكل هذا مر أمام عين أحمد الطفل الصغير المتسمر المصدوم اللي ما فهم شو صار لأخته. وطبعا بعد ما أخذ فاطمة ربطها وعنفها واغتصبها ورجعها للبيت في نفس الوقت لتحمل منه فاطمة بعدها. حينها الأهل انصدموا بالواقعة، حياتهم تدمرت، وأبوها أصاب بجلطة في الدماغ ومريض بالقلب. حياة العائلة اتدمرت بعد ما صار لبنتهم المعاقة التي من ذوي الاحتياجات الخاصة التي لا حول لها ولا قوة إلا بالله. بعدها استدعوا الشرطة ومسكوه واعترف الوحش كل ما نسب إليه. وشو قال؟ قال إنها كانت تغريه وأنها كانت تجي عنده وهي لا حول لها ولا قوة، معاقة وكانت تغريه. بعدها حكم على عبد الله ب6 شهور فقط. مع الأسف في القانون هذا حق القاضي الظالم الذي لم ينصف العائلة حكم على المغتصب ب6 أشهر و100 جلدة. بدي بس أسأل سؤال، أي قانون يحكم على شاب قاصر 15 سنة بالإعدام؟ وهذا كله لأنه دافع على شرفه وعرضه. وهذا ليس غريبا على أصحاب اليمن الشهماء، الرجال الذي لهم غيرة، والتي لا تزال لحد الآن ما شاء الله فيهم غيرة ورجولة ما موجودة هذا الوقت، ولا زالت فيهم عزة نفس ونخوة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: دافعوا على شرفكم وعرضكم ومالكم. وسؤالي الثاني، هل حياة الجاني أهم من حياة الشاب الذي له غيرة على عرضه وشرفه، الذي ما نصفتوش في الأول وما جبتلوش حقه؟